اتشرف بالاسم. الاسم ايه؟ رجب محمد السعيد. ايه يا عم رجب، ايه رايك في اللي بيحصل ده؟ والله هو نظام حلو جوه، بس المشكله في قله التنظيم. ازاي؟ يعني كان المفروض مثلا الناس تبقى على البوابه هنا تنظم الناس. اه سايبين الناس مطلوقه على بعضها جوه. تمام. حريم على ما رجاله. يمكن احنا اللي مش عارفين ننظم نفسنا ولا ايه؟ خلي بالك برضو ان النظام في الشعب المصري برضو. يعني المفروض يبقى فيه نظام عن كده. تمام. الشعب نفسه يعني تقصد التوعيه مفيش توعيه اصلا. نطالب بده ان شاء الله باذن الله. شكرا. لو في توعيه كان يبقى احسن من كده يعني. شكرا. مع حضرتك انت جيت حللت حطيت العينه وبعدين خدت النتيجه النهارده بكل سهوله ويسر ولا في مشاكل؟ لا كل سهوله. يعني انت راضي عن اللي بيحصل؟ لا الحمد لله. شكرا. اتشرف باسم حضرتك بقى. كمال الصنهوري. شكرا. يا لهوي ايه ده كله؟ محمد مصطفى محمد عبد الحميد محمد سلام محمد يوسف عبد الحميد بنين حسنية مصر سيد أحمد الأسير. أيوة مختار. حضرتك كنت جاي تحلل النهارده ولا ايه؟ انت ايه رايك في الفكره عموما؟ ايه رايك في الفكره؟ حلو والله. حلو بس عايزين يحللوا وجه. ان شاء الله ما خد دورك، يعني في نظام معين ماشيين بيه اهو. تسجل اسمك وبعدين كده. ابراهيم مرجوع عبد المجيد عبد اللطيف عميدة عبد الحميد محمد شميل. سلام يا استاذ صلاح. يا سلام يا سلام يا باشا. سعاد عبد المحسن محمد بن نشوى سعد ابن زغلول. سعيد حسن شحات. سفينة محمودة. السلام عليكم. ازيك يا فندم؟ اخبارك؟ هدية محمد عبد الحميد سلام. ازيك يا فندم؟ اخبار معاليك؟ عايزين نعرف نسبة الحالات او كم الحالات اللي اليوم بداية حادثة النهارده. لغايه امبارح كان حوالي 3000 حاله. النسب الايجابيه فيها كانت حوالي 600 حاله، حوالي 500 حاله او 560 حاله تقريبا. تمام. نسبة الإقبال الحمد لله رب العالمين بنسبة تقريبا من نسبة عدد السكان 1.2% 1.6%. نسبة تعداد السكان الإجمالي إن شاء الله. معالي الدكتور بحييك وبقدرك ومتشكرين على اللي بتعملوه، ولا شكر على واجب طبعا. دي بلدنا ولازم كلنا نقف صف واحد في الظروف العصيبة دي. حضرتك شايف النظام يعني عامل ازاي هنا في مدينه فوق؟ اولا النظام ممتاز جدا. اولا اتشرف بمعاليك، انا اسف طبعا زحمه وصياغه. مشرف المعامل. ماشي. محمد مرسي زيزي. اهلا بك يا دكتور محمد. الصحيه بفوق. اهلا بحضرتك. مسؤول عن المعمل بتاع القافله. تمام. والحمد لله رب العالمين لغايه الان احنا النتائج بمنتهى الامانه والدقه. ماشي. عهدنا ربنا ان لازم نعرف النسبه طبعا دي امانه عشان كل الناس تبقى عارفه. حتى بنستمر في العمل لاذان المغرب ان شاء الله. بنشوف ده والحمد لله بفضل ونعمه من الله عز وجل. ربنا يبارك. بس احنا طالبين الناس تتعاون معانا بس. ازاي؟ انا جاي النهارده عشان اعرف. عاوزين الناس الهدوء. ماشي. لما نقول للناس ان والالتزام بالنظام. والتذاكر خلاص يبقى لان في عدد معين. احنا 5 فنيين. ماشي. المشرف بتاعهم ليك كل يوم قد ايه يا فندم؟ يعني في حدود 1000 تذكره. كويس خالص. عدينا امبارح 1427 تذكره. هل يا فندم حضرتك ملتزم بمدينه فوق فقط ولا لو اي حد مثلا؟ لا اي حد اي مواطن مش ملتزم بقى بحد. بيجي ايه الاجراءات اللي المواطن بيتبعها من ساعه ما يدخل من الباب لحد ما يمشي؟ اولا المواطن بيكون معاه البطاقه بتاعته. تمام. وبيجي على شباك التذاكر مخصص شباك تذاكر للرجال والنساء. ايوه. ماشي. تمام. وطبعا عدد تقريبا 4 أو 5 قاعدين. طبعا تذاكر الحمد لله رب العالمين. العمل منظم. تذكره بكام يا فندم؟ مفيش ولا مليم. ببلاش مجانا.
كله مجاني. تمام. بعد كده بتسجل اسمه وبعد كده بتسجل اسمه، بيجي يسحب العينه من العربيه اللي بتحدد له. ايوه. واحد او اثنين. واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه رجال. أيوة. جميل. واربعه حريق. ماشي. واللي بيسيب عينته بعد ما بتنسحب العينه، فبنجمع العينات وبتطلع بمندوب من العمال بياخد عينات والتذاكر اللي بيوديها للمعمل الرئيسي. المعمل الرئيسي خارج الحديقه. تمام. المعمل الرئيسي بيوضح الحالة بالسلب أو بالإيجاب إن شاء الله. طيب الحالات الإيجابية يا فندم كيف يتم التصرف معها؟ الإيجابي إن شاء الله بإذن الله بيرجع طبعا هنا الإيجابية دي اللي هي عندها فيروس. الإيجابي اللي هو تأمين صحي. أيوة. تأمين صحي. جميل. لاستكمال إجراءات التحليل لأن طبعا ممتاز. مضاد فقط. ماشي. وبالنسبة للناس العادية اللي حالته تعبانة وظروفه تعبانة طبعا بتحاول شؤون اجتماعية التضامن الاجتماعي. وبتحاول على المعهد بياخد الروتين يا دكتور محمد تاني ونلف وناس تعبانه ولا العمليه بتتم بسهوله ويسر؟ لا ان شاء الله القافله لها اهتمام يعني بنبص عليها من السيد الوزير فعلا والسيد المحافظ والسيده وكيله الوزاره طبعا ويتابعوا الحالات ديت وفيها اهتمام يعني ولانه بياخد ميعاده من هنا يعني بياخد ميعاد التحاليل من هنا ان شاء الله وبياخد ميعاد تناول جرعته من هنا برضه بياخد ميعاد التحاليل اجراءات استكمال التحاليل وبعدين هم في كافه اما العلاج بقى هم بيظبطوا معانا بيحددوا معاه وبيظبطوا معاه على الدكتور المحترم اشكرك شكرا دكتور محمد تحياتي وتقديري يا فندم ورمضان كريم. الحقيقه الجميع بيشارك النهارده اسبوع فات في العمل الجميل ده. معانا دلوقتي الاستاذ المحترم الاستاذ حسين ابو عثمان نائب رئيس مركز ومدينه فؤاد. السلام عليكم يا فندم. يا ريت شويه عشان الصوت بس. الاستاذ محمد عامل مشاكل. استاذ محمد اتفضل باشا. كم حاله منذ بدايه الحمله حتى الان في حدود يعني؟ امبارح رصد امبارح بس كان 1700 حاله. 1700 حاله وقبلها بالايام اللي قبلها كانوا 3000 الا حاجه بس. يعني ده عدنا الخمسه اهو كده دخلنا على 5000. بالنسبه للحالات الايجابيه طبعا حضرتك بيتم رصدها برضه. بالنسبه لحد امبارح كانت 22% ايجابي والباقي سلبي. جميل ممتاز. ان شاء الله. الحالات الايجابيه يا فندم بتعاني برضه عشان تحصل على العلاج ولا ان شاء الله في يسر ان شاء الله وسهوله؟ البرنامج مظبوط قوي كويس اللي اما عن طريق مستشفى التامين او معهد الكبد او المستشفى المركزي يعني في متابعه موجوده هنا وفي مناديب لكل جهه هنا. الحقيقه يوجهوا الناس يعني ان شاء الله. دور الوحده المحليه يا فندم في الموضوع؟ احنا حضرنا المكان الحديقه وعملنا الاعلان اللازم وبنيسر لكل مشكله تحصل يعني احنا متواجدين معاهم وموجودين معاهم كل يوم. جيت حضرتك النهارده فجاه وشفت المكان في الحديقه مؤهل ومجهز للناس والمراوح شغاله والناس كل تساهل موجود للناس يعني المواطنين مفيش واحد بيلاقي مشكله ان شاء الله. كل حاجه بنتجاوب معاها سريعا. اي حد واجه مشكله بنحلها ازاي يا فندم؟ على الفور لو اللي يتجه لنا. انا شايف ما شاء الله في مكاتب اعلاميه هنا موجوده كل المدينه. الله ينور عليكم. فريق متابعه موجود واكيد انتوا عاملين حاجه لله لربنا مش لحد. اهلنا وناسنا ومصلحتنا واحنا كلنا متواجدين يعني تحت خدمه اي حد يعني ان شاء الله. ناويين يا فندم تفطروا المواطنين كمان ولا دي صعبه؟ قوي ما نمنحش ابدا يعني احنا في خدمه كل مواطن من اهل فوق يعني. رمضان كريم وكل سنه وانت طيب. كل الشكر والتقدير والتحيه لهذا المجهود. السيد المحافظ كان موجود امبارح هنا بنفسه بيفقد بيتابع بنفسه الطبيعه كان معانا امبارح هنا ان شاء الله. بيتابع بنفسه ان شاء الله كان موجود امبارح معانا. استاذ حسين ابو عثمان شكرا. احنا تحت امر الناس جمال ابراهيم علي ابو احمد كارم خميس حسين اهو ماشي. ايمان كارم انت بتأمن عليه؟ طيب هتطلع عند الراجل بتاع معهد الكبد اللي موجود هناك ده في الاول هتلاقي جنب كرات اول واحد. ايوه يا حاج. ايوه يا استاذ خير عايزك هات تذكره من بره. تذكره من بره من تحت التندم من بره منها تديك تذكره. التحليل هنا يا فندم بيقول اذا كان المريض عنده فيروس او ما عندوش. حضرتك بقى بتحوله بعد اذا كان ليه تامين صحي بقى بيطلع بيقول من الراجل اللي فيه ده بيطلع الPCR بيأكد بقى. تمام. طلع عنده هناك خش طيب حضرتك بتاخد العينه هنا